تخيل معايا بعتي واحد العقار ديالك في المغرب وداك الربح كامل دوك الملايين كلها مشات نيشا لجيبك، 0 درهم ديال الضريبه. يا سلام، هذا هو الحلم ياك. ودابا تخيل معايا نفس السيناريو، نفس الدار، نفس البيعه، ولكن بسبب واحد المعلومه صغيره بزاف كنتي كتجهلها، لقيتي راسك ماشي غير كتخلص ضريبه بعشرات الملايين، لا، زايد عليها غرامات وزيادات ديال التاخير. داك الحلم الزوين تقلب في دقيقه ولا كابوس حقيقي. في هذا الشرح المفصل غادي نوريكم خطوة بخطوة كيفاش تضمنوا الإعفاء الكامل من ضريبة أرباح العقارية، وغادي نكشف لكم على ذاك الفخ الخطير اللي كيطيحوا فيه تقريبا 90% ديال الناس وكيضيعوا فيه فلوس صحيحة. إذن كيف ما كتشوفوا الطريق اللي غاديين فيها عندها جوج نهايات، يا إما الحلم يا إما الكابوس، يا أرباحك كاملة 100% في جيبك، يا إما واحد جزء كبير منها غادي يمشي للضرائب والغرامات. والفرق بين هاد جوج طرق هو مجرد تفاصيل صغيرة ولكن حاسمة جدا، وهاد التفاصيل هي اللي غادي ندويو عليها اليوم بالتفاصيل الممل في قناتكم وان اتش كوليكشن، قناة العقار الأولى بالمغرب وأصل المعلومة الموثوقة. فباش يوصلكم ديما الجديد تأكدوا من الاشتراك والضغط على زر الإعجاب باش تدعمونا نكملوا. يلا بينا ندخلوا المعقول. الخريطة ديالنا اليوم واضحة وباينة. أول حاجة غادي نفهموا بعدا شنو هي هاد ضريبة الأرباح العقارية، كيفاش كتخدم وكيفاش كتحسب. ثانيا غادي ندخلوا لقلب الموضوع، الشروط ديال إعفاء السكن الرئيسي، وهنا فين كاين السر الكبير. ثالثا غادي نشوفوا حلول بديلة، يعني إلا ما توفرتش فيك الشروط الأولى شنو هي الخطة ب. رابعا، وهنا ركزوا معايا مزيان، غادي نوصلوا لأخطر نقطة، داك الفخ اللي كيضيع الملايين على الناس. وفي الأخير غادي نعطيكم الزبدة، خلاصة مركزة ونصائح من ذهب باش تخرجوا فاهمين كل شيء. يلا نبداو. أول خطوة باش تعرف كيفاش تستفد من شي إعفاء هي بعدا تعرف ديك الحاجة اللي باغي تعفى منها شنو هي بالضبط. فاش كتفهم الأساسيات ديال الضريبة على الأرباح العقارية أو اللي كتسمى TPA، عاد كتولي عارف القيمة الحقيقية ديال داك الإعفاء اللي كتقلب عليه. بكل بساطة هاد الضريبة اللي الاسم الرسمي ديالها هو Impôt sur les profits fonciers هي واحد نسبة مئوية كتخلصها للدولة على الفلوس اللي ربحتي من بيع ديال واحد العقار. وهنا بغيت نسطر بثلاثة ديال الخطوط حمرين على واحد الكلمة مهمة بزاف، الربح الصافي. راه الضريبة ما كتكونش على الثمن ديال البيع كامل، لا، كتكون فقط وفقط على الربح اللي دخلتي لجيبك. والحساب ديالها راه ساهل ماهل. المعادله خصيقه، كنشدوا ثمن البيع، كنقصوا منه ثمن باش شريتي في الاصل، وكنزيدوا نقصوا منه جميع المصاريف اللي عندك عليها اثباتات وفواتير. هاد المصاريف شنو فيها؟ فيها اتعاب ديال النوطير، مصاريف التسجيل والتحفيظ، وحتى الفواتير ديال الاصلاحات الكبيره اللي درتي في العقار. مثلا يلا غيرتي الزليج ديال الدار كلها او عاودتي الصباغه من جديد، هادشي كامل كيتنقص. داكشي اللي كيبقى في الاخر هو اللي كيتسمى الربح الصافي، وعليه هو فاش كتحسب الضريبه. ودابا نوصلوا للسؤال اللي كيخلع، شحال النسبة ديال هاد الضريبة؟ النسبة هي 20%. نعم السيدي، 20%. والخمس ديال الربح الصافي ديالك كيمشي كضريبة، وهذا راه مبلغ اللي ماشي سهل نهائيا. باش نفهموا مزيان هادشي بالارقام نديروا هاد المثال البسيط. تخيل انك من بعد ما حسبنا لقيتي راسك حققتي ربح صافي ديال 500 ألف درهم. 20% ديال هذا المبلغ هي شحال؟ هي 100 ألف درهم، يعني 10 ديال المليون سنتيم غادي تمشي غير ضريبة. مبلغ كبير بزاف. هادشي علاش الإعفاء من هذه الضريبة ماشي مجرد امتياز، راه بصح كنز حقيقي بكل معنى الكلمة. دابا دخلنا لصلب الموضوع، أهم وأشهر وأقوى طريقة باش الواحد يستافد من الإعفاء الكلي، خصوصا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، هذه هي التذكرة الذهبية ديالكم باش توفروا ديك 10 مليون ديال المثال اللي عطينا وأكثر. ولكن ردوا البال، هاد التذكرة عندها شروط صارمة ودقيقة بزاف وخصها تطبق بالحرف الواحد. يلا نشوفوها بالتفاصيل. باش تستحق هذا الإعفاء كاينين 4 ديال الشروط الأساسية اللي خاصها تكون مجموعة. أولا المدة، خاص داك العقار يكون في الملكية ديالك لمدة كتفوق 5 سنوات. ثانيا النوع، خاصو يكون سكن رئيسي، وهنا كاين واحد الامتياز كبير للمغاربة ديال برا سميتو الافتراض القانوني، يعني القانون كيفترض أن ديك الدار هي سكنك الرئيسي وخا تكون كتجي ليها غير مرة في العام. ثالثا، وهذا الشرط حساس بزاف وغادي نرجعوا ليه، شكون كان ساكن في العقار. ورابعا، العقار خاصو ما يكونش مخصص للكراء، يعني ما كتدخلش منه فلوس الكراء. وهنا بغيتكم تحبسوا كل شيء وتسمعوني مزيان الله يرضي عليكم، لأن هذه النقطة هي اللي كتسبب في الكوارث وكتضيع الملايين على الناس. القانون واضح وصارم، يلا ما كنتيش ساكن في دارك انت شخصيا ولكن مخلي فيها شي حد من عائلتك، القانون كيقول لك خاص داك الشخص يكون واحد من هاد الثلاثه فقط لا غير، يا اما الزوج او الزوجه ديالك، يا اما الاب او الام ديالك، يا اما الابن او البنت ديالك. القائمه كتسالي هنا، يعني يلا كان خوك، اختك، حفيدك،
ولد عمك أو أي قريب آخر هو اللي ساكن، واخا يكون ساكن فابور وما كيخلص والو، القانون كيعتبر أن شرط السكن الرئيسي مشى، وبالتالي الإعفاء حتى هو مشى عليك. انتبهوا مزيان لهذا التفصيل، راه هو مفتاح القضية كلها. ودابا عندي لكم واحد الخبر غادي يفرحكم بزاف، واحد التغيير جوهري مهم جا به قانون المالية ديال 2023. شحال هادي كان واحد الشرط معقد بزاف، كان كيفرض عليك انك فاش تبيع وتستافد من الاعفاء خاصك تشد دوك الفلوس وتعاود تشري بهم عقار اخر في المغرب في واحد الاجل ديال 6 شهور. هاد الشرط كان كيعرقل بزاف ديال الناس وكيقيدهم. الخبر الصار هو ان هاد الشرط صافي تحيد بصفه نهائيه. دابا تقدر تبيع تستافد من الاعفاء ديالك وديك الفلوس دير بها اللي بغيتي، تصرفها تستثمرها اللي عجبك. مزيان، دابا شفنا الحالة المثالية ديال السكن الرئيسي، ولكن شنو هو الحل إلا شي واحد ما متوفرش فيه الشرط من هاد الشروط؟ مثلا باع قبل ما يكمل 5 سنين، أو لا كان كاري الدار ديالو، واش صافي ضاعت عليه الفرصة وضروري عليه يخلص ديك 20%؟ الجواب هو لا. لحسن الحظ القانون دار لنا مخارج وحلول بديلة. كاينين حالات إعفاء أخرى اللي مهم بزاف نعرفوها. كاين واحد الإعفاء اللي قليل اللي عارفه. القانون كيقول أنه إلا كان المجموع ديال القيمة ديال العقارات اللي بعتي في العام كامل ما كيتجاوزش 140 ألف درهم، يعني 14 مليون سنتيم، فالربح اللي حققتي كيكون معفى من الضريبة بغض النظر على المدة أو النوع ديال السكن. هذا الإعفاء مهم بزاف وكيصلح في الحالات ديال العقارات اللي كتكون في الشياع بحال عقارات الورثة مثلا، لأن هذا السقف ديال 14 مليون كيطبق على الحصة ديال كل وريث بوحده ماشي على العقار كامل. وكاين حل آخر، هو فاش ما كتبيعش العقار ديالك ولكن كتعطيه كهدية أو اللي كتسمى هبة لشي حد من العائلة ديالك. هاد العملية ديال التفويت بدون عوض حتى هي معافاة بالكامل من ضريبة الأرباح العقارية، بشرط أن هاد الهبة تكون الأصول، يعني الأب أو الأم، أو الفروع، يعني الابن أو البنت، أو بين الأزواج. وهنا كاين واحد الفرق مهم، القانون كيسمح حتى بالهبة بين الإخوة والأخوات. لاحظوا أن لائحة الأقارب هنا أوسع شوية من ديك اللائحة الصارمة ديال السكن الرئيسي. ودابا وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في هذا الشرح كامل، المرحلة اللي كتفرق بين واحد غادي يوفر الملايين وواحد غادي يخسر الملايين. هاد المعلومة اللي جاية هي السر، وهي اللي كتخلي قناة 1H Collection تكون دائما مصدر المعلومة الموثوقة، لأننا ما كنعطيوكمش غير القانون، كنعطيوكم الأسرار اللي كتحميكم من المشاكل الكبيرة. هاد المعلومة اللي جاية دابا تقدر تعطوكم من غرامات ما عمركم تخيلتوها. بزاف ديال الناس فاش كيسمعوا الشروط وكيلقاوها منطبقة عليهم كيقولوا مع راسهم ممتاز، أنا عندي أكثر من 5 سنين وساكنة الوالدة، يعني أنا معفى الحمد لله، الموضوع تسالى هنا. كيعتبروا أن القصة سالات، ولكن في الواقع وهنا فين كاين المشكل، القصة يلاه بدات. وهنا فين كاين الفخ الكبير. هاد الفكرة ديال أنا معفى إذا ما عندي ما ندير هي الخطأ القاتل، هي الغلطة اللي كلفت الناس فلوس صحيحة ما كانوش دايرين لها الحساب. الاعتقاد بأن الإعفاء من الأداء كيعني أوتوماتيكيا الإعفاء من الإجراءات الإدارية هو أكبر مغالطة، وهو الخطأ الأكثر تكلفة اللي كيديروه الناس في العقار. بغيتكم تعقلوا على هذه الجملة مزيان، كتبوها احفروها في دماغكم. الإعفاء من الأداء لا يعني الإعفاء من التصريح. نعاودها، الإعفاء من أنك تخلص ما تيعنيش أنك معفى من أنك تصرح. هذه هي القاعدة الذهبية رقم 1 في هذا الموضوع كامل. وخا تكون معفى من الخلاص 100%، القانون كيجبرك وكيلزمك دير واحد الإجراء آخر. القانون كيعطيك أجل ديال 30 يوم فقط لا غير. هاد 30 يوم كتبدا تحسب من نهار كتحط ستيلو وكتثني على عقد البيع النهائي عند نوتير. في هذه المدة القصيرة سواء كنتي غتخلص الضريبة أو كنتي معفى منها 100%، أنت مجبر قانونيا أنك تدفع لإدارة الضرائب واحد الوثيقة سميتها التصريح بالأرباح العقارية. إلا دازت هاد 30 يوم وما دفعتيش هاد التصريح شنو كيوقع؟ إدارة الضرائب بكل بساطة كتلغي لك داك الإعفاء اللي كان من حقك وكتفرض عليك الضريبة كاملة زائد غرامات وزيادات ديال تأخير اللي كتكون قاسية جدا. هكاك كيرجع الحلم كابوس. يلا دابا نجمعوا هاد الشيء كامل اللي قلنا، غادي نلخصوا أهم النقاط وغادي نعطيكم خطة عمل واضحة، قواعد من ذهب باش تضمنوا أن عملية البيع ديالكم تدوز بخير وعلى خير، بلا مشاكل بلا صداع وبلا مفاجآت خايبة في الأخير. هاد الجدول اللي قدامكم هو الخلاصة ديال الخلاصة. كنصحكم ديروا وقفة هنا، حبسوا الشرح وخذوا سكرين شوت لهاد سلايد بالتليفون ديالكم، في كل شيء مجموع وواضح. الشرط ديال 5 سنين، قائمة الأقارب المسموح لهم بالسكن، الوالدين، الزوج، الزوجة، الأولاد، القاعدة ديال 140 ألف درهم، وصولا للنقطة القاتلة ديال التصريح الإجباري في أجل ديال 30 يوم. اعتبروا هاد الصورة هي الدليل ديالكم اللي ترجعوا ليه ديما. وباش تكونوا هانيين 100% ونايمين على جنوب الراحة، طبقوا هاد الخطوات الأربعة الذهبية. أولا وهي الأهم،
هضروا مع النوتير ديالكم بوضوح وأكدوا عليه أنه هو اللي مكلف بإيداع التصريح الضريبي في الأجل ديالو. ثانياً، جمعوا جميع الوثائق المتعلقة بالبيع والشراء في ملف واحد واحتفظوا به لمدة 5 سنين على الأقل، راه يقدروا يسولوكم عليه. ثالثاً، فاش يدفع النوتير التصريح طلبوا منه يعطيكم نسخة مختومة كدليل على الإيداع باش تبقى عندكم كحجة. وأخيراً، وهذه نصيحة من ذهب من قناتكم 1H Collection، قبل ما تسنيوا حتى على وعد البيع استشروا مع خبير باش يدرس الملف ديالكم ويعطيكم الضوء الأخضر. درهم ديال الوقاية خير من قنطار ديال العلاج. دابا من بعد ما عرفتوا القواعد ديال اللعبة وفهمتوا الشروط والأهم من داك الشيء كامل عرفتوا فين كاين الفخ، السؤال اللي كيطرح نفسه هو: واش الملف ديالكم واجد؟ واش مستوفين جميع الشروط باش تضمنوا داك الهدف اللي كنقلبوا عليه كاملين، إعفاء ضريبي ديال 0 درهم؟ هاد المعرفة اللي خديتوا اليوم هي السلاح ديالكم، استعملوها مزيان باش تحميوا الحقوق ديالكم، والأهم تحميوا فلوسكم اللي ضربتوا عليها تمارة.